كلمة سي أحمد بن بوزيد. سي أحمد بن بوزيد غايب. سيد الرئيس. تفضل. السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني، معالي الوزير الأول، السادة الوزراء، سادة النواب، أسرة الإعلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ضاع الوعد وما تلال النسيمين، ولا العلم لا الجهل يقود فيه، وعم الظلم شاعية ويحل مسكين، يا ويحلي بلا كتف وطاحت بيه، وتلف لحيا وما بقى للقشيدين، قدين الهضرة بلا فعل يزكيه، وجار الفسق وجاهروا به الشينين، وبار الصدق وبار من يتحدث بيه، وحظة الرشوة الشين ترد وزين، وصار العبد يبيع في الحر ويشريه. ما جينا موتى ولا جينا حيين، ما جينا منا ولا جينا من هيه، كي البهايم قاور الكسرة شاقين، حتى قوت كروشنا وحصلنا فيه، لتين نجيبوه من شجرة الصين، وحلي باللحظة من برا نشريه. المشكل راه مش مشكل يا جماعة السادة الوزراء، المشكل راه مش مشكل الاكل والحليب، وكما راه يقولوا الاخوان النواب، حتى الشاعر يقول: واذا بك الا الخبز والدنيا حتى الثعلب في الخلا راه لا باس. ان الفاحص لفقرات ملحق بيان السياسة العامة في فصوله المندرجة في 70 صفحة دون الملاحق يلمس الكثير من النقاط الواعدة التي تبشر بالسياسة راشدة فعلا. الباب الثاني تعزيز التنمية البشرية في الصفحة 9 وقوفا عند الفصل الأول منه التربية الوطنية الصفحة 10 يمكن الإشارة إلى بعض النقاط، منها تغدو المنظومة التربوية العمود الفقري لأي أمة تهدف إلى تنمية بشرية واعدة، لا تقدم لا رقي دون التكفل الجدي بهذا الملف. وما طفى على السطح في الوقت الراهن ظاهرة التسرب التي أصبحت سرطانا ينخر جسد هذه الأمة، ولما لهذه الظاهرة من تداعيات يطول تعدادها، فقد أغفل هذا الفصل الإحاطة بهذه الظاهرة رغم إلحاح فخامة رئيس الجمهورية على محاربة هذه الظاهرة. لا يمكن الاعتماد على نسب النتائج المسجلة في الامتحانات كوقفات مطمئنة. ما السر إذن في الذي يقطع البحر فوق فلوكة وجعل من جسده طعما للروكة، مرددا في ذلك المثل القائل: الروكة والفلوكة ولا ماكلة الشكشوكة، تسرطني بيافر ولا قاعدة في الموندافر، نغرق في أعماق البحار ولا قاعة الانتظار. المتفحص لهذا الفصل يلحظ أنه لم يشمل القيمة التي توليها الأمم أو المجتمعات لهذا القطاع الحساس، قطاع التربية. النقطة 71 الفصل الأول صفحة 10 أشارت إلى آفاق 2012 بحيث سيتم تزويد المدارس الابتدائية بمخابر للإعلام الآلي بقدر 10 حواسيب لكل مدرسة، وإنجاز مركز للتعليم عن طريق المحاضرة بالفيديو. لو قمنا بعملية حسابية بسيطة لعدد المدارس الموجودة عبر الوطن والمتناثرة في القرى والمداشر لوجدنا أن هذه القضية مبالغ فيها، إذ تحتاج على الأقل على المستوى الوطني 200,000 حاسوب. إذا بيل جيتس هذا نتاع الأورديناتور منظر كونواسيون نقول له على عام ولا عامين وجدنا هذه القطع. النقطة 73 التي أشارت إلى عدد المترسكلين في قطاع التربية، إلا أن يبقى المشكل القائم في التصديق على الشهادات الممنوحة، نوعية التكوين المتلقى، حيث واجهت فئة من هؤلاء مشكل منح الشهادة لعدم حيازة المتكون لشهادة البكالوريا، ذلك لتضارب الوزارتين، وزارة التعليم العالي ووزارة التربية. السؤال: ما مصير الأموال التي صرفت والجهود التي بذلت والوقت الذي استنزف؟ النقطة رقم 2 صفحة رقم 11 تحسن ظروف البيداغوجية. أشارت هذه النقطة إلى تعداد التلاميذ في القسم الواحد، إلا أنها أغفلت الكثير من نقاط الظروف البيداغوجية. المتجول في مدارس الجزائر العميقة سيخر ضاحكا على هذه النسبة المقدمة 23 تلميذ قلتم في القسم، إلا أن الواقع يتعدى ذلك، بحيث لا تزال الأقسام مكتظة تفوق 40 تلميذ في القسم. تبقى المدرسة الابتدائية
الابتدائية هي الأساس البنيان، فإذا كان الأساس هشا جاء البنيان أهش، رغم إلحاحنا في كثير من الجلسات الخاصة بتقديم المشاريع على ضرورة العناية بهذا السلك، إلا أن دار لقمان لا تزال على حالها، كما قال الشاعر: لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. مدير المدرسة الابتدائية لا يزال يحسو في حبة البيض وبيض الطماطيش وقرع الزيت والمقارون وحبة العدس. المفتش ما زال راهي قارع الطريق لعله يرصد شاحنة يروح في كامي وبتاع رمل. عيب. الفصل الرابع البحث العلمي صفحة 13 النقطة 95. أينما كانت كتابة التاريخ في هذا الفصل؟ الفصل الخامس الصحة العمومية. يبقى الهيكل يسجل نقصا رغم الإحصائيات المعلن عليها في الفقرة رقم 98 صفحة 13. يبقى المشكل قائم في تحديث التكنولوجيات في الولايات الكبرى، إلا أن الجزائر العميقة لا تزال تعاني. مرضى السرطان عندنا حنايا في الولايات العميقة من الجلفة، ساعات كانوا يموتوا في بوغازول، درك راهم يموتوا في لاكوت من سيركيلاسيون. نرجو يعني احنا ندور على مستشفيات جامعيه على الاقل تنحى هذا الضغط على العاصمه. العاصمه راها تشف درك. اللي يعضوا كلب لاراج قال جبنا لا تيت هذيك المحد باسور ونشوف بوزيتيف ولا نيجاتيف نموت سيد. الهبال اللي يهبل الياسين يهبلوا ليه علاه نجيبوه. مرات رانا نديروا له الفاكس هذيك نخضروه يفطلنا في المديه يعود يلوح. التضامن الوطني كاين بعض البلديات ربي يهديهم قسموا قفة رمضان بعد العيد. دركا واش نقولوا؟ قفة رمضان ولا قفة ما بعد العيد؟ تعزيز الباب الثالث تعزيز المنشآت الأساسية صفحة 28 الفصل الأول نقطة 234. ما مصير المطارات الداخلية التي تعجز عن استقبال الطائرات الضخمة، حيث برمجت 5 مطارات لنقل الحجاج. الفلاحة راهم شكرا. في الوقت الراهن ظاهرة التسرب التي أصبحت سرطانا ينخر جسد هذه الأمة، ولما لهذه الظاهرة من تداعيات يطول تعدادها، فقد أغفل هذا الفصل الإحاطة بهذه الظاهرة رغم إلحاح فخامة رئيس الجمهورية على محاربة هذه الظاهرة. لا يمكن الاعتماد على نسب النتائج المسجلة في الامتحانات كوقفات مطمئنة. ما السر إذن في الذي يقطع البحر فوق فلوكة وجعل من جسده طعما للروكة، مرددا في ذلك المثل القائل: الروكة والفلوكة ولا ماكلة الشكشوكة، تسرطني بيافر ولا قاعدة في الموندافر، نغرق في أعماق البحار ولا قاعة الانتظار. المتفحص لهذا الفصل يلحظ أنه لم يشمل القيمة التي توليها الأمم أو المجتمعات لهذا القطاع الحساس، قطاع التربية. النقطة 71 الفصل الأول صفحة 10 أشارت إلى آفاق 2012 بحيث سيتم تزويد المدارس الابتدائية بمخابر للإعلام الآلي بقدر 10 حواسيب لكل مدرسة. وإن المتجول في مدارس الجزائر العميقة سيخر ضاحكا على هذه النسبة المقدمة 23 تلميذ قلتم في القسم، إلا أن الواقع يتعدى ذلك بحيث لا تزال الأقسام مكتظة تفوق 40 تلميذ في القسم. تبقى المدرسة الابتدائية هي الأساس البنيان، فإذا كان الأساس هشا جاء البنيان أهش، رغم إلحاحنا في كثير من الجلسات الخاصة بتقديم المشاريع على ضرورة العناية بهذا السلك، إلا أن دار لقمان لا تزال على حالها، كما قال الشاعر: لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. مدير المدرسة الابتدائية لا يزال يحسو في حبة البيض وبيض الطماطيش وقرع الزيت والمقارون وحبة العدس. المفتش ما زال راهي قارع الطريق لعله يرصد شاحنة يروح في كامي وبتاع رمل. عيب. الفصل الرابع البحث العلمي صفحة 13 النقطة 95. أينما كانت كتابة التاريخ في هذا الفصل؟ الفصل الخامس الصحة العمومية. يبقى الهيكل يسجل نقصا رغم الإحصائيات المعلن عليها في كلمة سي أحمد بن بوزيد. سي أحمد بن بوزيد غايب. السيد الرئيس. تفضل. السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني، معالي الوزير الأول، السادة الوزراء، سادة النواب،
أسرة الإعلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ضاع الوعد وما تلال النسيمين، ولا العلم لا الجهل يقود فيه، وعم الظلم شاع يا ويحل مسكين، يا ويحل بلا كتف وطاحت بيه، وتلف لحيا وما بقى للقاشدين، قدين الهضرة بلا فعل يزكيه، وجار الفسق وجاهروا به الشينين، وبار الصدق وبار من يتحدث بيه، وحظة الرشوة الشين تردوا زين، وصار العبد يبيع في الحر ويشريه. ما جينا موتى ولا جينا حيين، ما جينا منا ولا جينا من هيه، كي البهايم قاور الكسرة شاقين، حتى قوت كروشنا وحصلنا فيه، لتين نجيبوه من شجرة الصين، وحليب اللحظة من برا نشريه. المشكل راه مش مشكل يا جماعة السادة الوزراء، المشكل راه مش مشكل الأكل والحليب، وكما راه يقولوا الإخوان النواب، حتى الشاعر يقول: وإذا بك إلا الخبز والدنيا حتى الثعلب في الخلا راها لباس. إن الفاحص لفقرات ملحق بيان السياسة العامة في فصوله المندرجة في 70 صفحة دون الملاحق يلمس الكثير من النقاط الواعدة التي تبشر بالسياسة راشدة فعلا. الباب الثاني تعزيز التنمية البشرية في الصفحة 9 وقوفا عند الفصل الأول منه التربية الوطنية الصفحة 10 يمكن الإشارة إلى بعض النقاط، منها تغدو المنظومة التربوية العمود الفقري لأي أمة تهدف إلى تنمية بشرية واعدة، لا تقدم لا رقي دون التكفل الجدي بهذا الملف. وما طفى على السطح إنجاز مركز للتعليم عن طريق المحاضرة بالفيديو. لو قمنا بعملية حسابية بسيطة لعدد المدارس الموجودة عبر الوطن والمتناثرة في القرى والمداشر لوجدنا أن هذه القضية مبالغ فيها، إذ تحتاج على الأقل على المستوى الوطني 200,000 حاسوب. إذا بيل جيتس هذا نتاع الأورديناتور منظر كونواسيون نقول له على عام ولا عامين وجدنا هذه الكوطة. النقطة 73 التي أشارت إلى عدد المترسكلين في قطاع التربية، إلا أن يبقى المشكل القائم في التصديق على الشهادات الممنوحة، نوعية التكوين المتلقى، حيث واجهت فئة من هؤلاء مشكل منح الشهادة لعدم حيازة المتكون لشهادة البكالوريا، ذلك لتضارب الوزارتين، وزارة التعليم العالي ووزارة التربية. السؤال: ما مصير الأموال التي صرفت والجهود التي بذلت والوقت الذي استنزف؟ النقطة رقم 2 صفحة رقم 11 تحسن ظروف البيداغوجية. أشارت هذه النقطة إلى تعداد التلاميذ في القسم الواحد، إلا أنها أغفلت الكثير من نقاط الظروف البيداغوجية